السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعاتي الوفيات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى لكم رمضان كريم، الله يقدركم على الصيام والقيام وقراءة القرآن، والله يرزقكم الصحيحة والسلامة والعافية يا ربي، وكل ما كتمنوا ان شاء الله. كنشكر الاخوات اللي انضموا جديد للقناة، وكنشكر الاخوات اللي كانوا معايا منذ البداية. كيف العادة غادي نصليو على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقبل ما نبدا معكم الفيديو اخواتي، كنبغي نشكر عائلة اليوسفي مرة أخرى، الله يحفظكم يا ربي. الصراحة حنان دعوا معايا، شكرا بزاف، طلبوا لي الشفاء، هما ولد خالتي، صحاباتي، كنشكركم كاملين اللي خليتوا لي كومونتيرات زوينين، بوحده بوحده، واحد واحد. الله يحفظكم يا ربي، والله ينجيكم، الله يبعد عليكم كل شر وكل اذى. كيف قلت لكم كاع اللي خلاو لي كومونتير ودعوا معايا دعوات زوينين كاملين وحده بوحده بدون استثناء، كنشكركم بزاف، والهلا يخطيكم عليا، والله يحفظكم يا ربي. الاقتراح ديال اليوم بسيطلات بالحوت بطريقتي، كيجي ولداد وكيخرجوا واحد الكميه وفيره. كنتمنى ان شاء الله الاقتراح ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. كنشكركم على الدعم، على التشجيع وعلى حسن المتابعه. لا يخطيكم عليا، ما نطولش عليكم اكثر من هكا، ندوزو المكونات وطريقه تحضير الوصفه. بالنسبه للمكونات اخواتي، عندي واحد الكيلو ديال الميرنا، انا عندي غير نص كيلو، ضفت نصف اخر ما كانش متوفر عندي. المهم كناخدو كنغسلو، كنديرو في الكسكاس، كنغطيه بواحد السلوفان وكنحطو يتبخر داك الحوت دغيا دغيا كيوجد. عندي هنا واحد الكيلو ديال الكروفيت، كناخد واحد المقيله من بعد ما كنغسلو، وكندير فيها معلقه ديال الزبده، كندير فيها شويه ديال زيت العود كيف ما كتلاحظوا معي اخواتي. غير كتبدا تذوب ليا ديك الزبده، كنوضع داك الكروفيت ديالي يتشحر. هو الحوت الصراحه ما كياخدش منا واحد الوقت طويل في الطياب، دغيا دغيا كيطيب. كنضيف شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار كيف ما كتلاحظوا معايا، وكنبدا نحرك الكل جيدا دغيا كيطيب. كيف قلت لكم اخواتي، كنضيف واحد شويه ديال صلصه الصوجا. هنا هاد الصلصه خديتها شويه ثقيله، كتعجبني تكون عاقده في الحوت. كنحرك حتى كيوجد ليا الكروفيت ديالي. من بعد ما كيوجد ليا الكروفيت ديالي كنوضعو في واحد الشبيكه، كنخليه يستقطر، وغادي ندوز ان شاء الله باش نحضر معكم الكالامار. كناخدو كنديرو في واحد الكاسرونه، كندير معاه ورقه ديال سيدنا موسى، ويلا كيبدا يغلي البنات واحد 5 دقائق. هو الا فوتنا فيه الطياب كيقصح. المهم يلا كتبدا الغليه تطلع، كنحيدو كيف ما لاحظتوا معايا، كنصفيه وكنبدا نقطعو، راه كيتقطع بكل سهوله، وكنشحرو غير شويه حتى هو في مقيله. المهم كنبدا نقطعو قطع صغيره. خديت هنا نص كيلو ديال الكالامار، كنقطعو قطع صغيره كيف ما كتلاحظوا معايا بهذا الشكل هذا. كناخذ المقله وكنوضع فيها كميه ديال الزبده، واحد المعلقه، كندير شويه ديال زيت العود، وبنفس الطريقه كنوضع الكالامار ديالي يتشحر، كنصوطيه دغيا كيوجد البنات. الا فوتوا فيه الطياب غادي يقصح ليكم، من الاحسن تكون النار مرتفعه. كنوضع الكالامار، كنضيف ليه شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، وكنستمر في التحريك وكنقلبو، وكنطفي عليه البوطه. ما كنفوتش فيه تقريبا واحد 5 ديال الدقائق. كيف قلت لكم في الطوطال كامل تقريبا واحد 8 حتى 10 ديال الدقائق. حاولوا البنات ما تطولوش ليه الطياب بزاف باش ما يقصحش معاكم. وعندي هنا واحد نص كيلو ديال السيبيا، حتى هي كنقطعها القطع صغيره. هاد السيبيا البنات ما كنسلقها ما حتى شي حاجه، كنوضعها مباشره في مقيله، نفس الشيء، زبيده، شويه ديال زيت العود، وكنوضع ديك السيبيا. المهم البنات راكم عارفين الحوت غالي. حاولت انني ندير شويه شويه من الحاجه، كندير مليحه، كندير شويه ديال الابزار، كنخلي الكل يتشحر. وبطبيعه الحال صلصه الصوجا اللي كتماشى بزاف مع الحوت، الا ما بغيتوش تضيفوها كتبقى اختياريه، ولكن كتعطي واحد اللذه للحوت ديالنا. كيف ما كتلاحظوا معي اخواتي، النار تكون مرتفعه. شوفوا كيبدا دغيا دغيا كيطيب، كيتقطع بسهوله. صافي كنطفي عليه النار وكنوضعوه حتى هو في الشبيكه يستقطر. وصافي دابا الحوت ديالي كله واجد. هذه هي الميرنا من بعد ما تبخرات، حيت ليها داك الشوك.
وكنوضع الحوت ديالي جانبا من بعد ما وجد. عندي هنا واحد 2 بصيلات، عندي 3 ديال الجزرات، عندي فلافل الوان اصفر احمر اخضر، عندي 3 ديال القريعات. المهم البنات هاد الحشوه كتبقى اختياريه، ممكن ما تستعملوهاش. كنحك الخيزو القرعه، كنشلض البصله والفلفله كنديرها في الفران تشوى. عندي 4 ديال الحبات ديال الشعريه الصينيه ديال الروز، عندي كميه من الزيتون خضر مقطع، عندي 2 حامضات مصيرين تكون الجلده ديالهم رطبه، غنستعمل غير قشره فقط، وعندي واحد الحكيك ديال الشامبينيو. من بعد ما كنصوطي العناصر كامله مع مليحه وشويه ديال البزار وزويته، وكنسلق ديك الشعريه الصينيه، سلقتها في الماء. قطعت الحامض مصير لقطع صغيره، قطع الزيتون قطع صغيره، الشامبينيو كذلك. ما بغيتش البنات الفيديو يجيكم طويل. المهم راه كنصوطي الكل. كناخذ واحد الربيطه ديال المعدنوس، كناخذ شويه ديال الثومه، واحد 5 ديال الضروس ديال الثومه. عندي هنا العطريه، تحميره، ابزار، كمون، عندي عطريه الحوت، وعندي السودانيه، عندي ملح، عندي صلصه الصوجا الحار، وعندي زيت الزيتون. كندق ديك الربيطه ديال المعدنوس مع دوك الدريسات ديال الثومه، وكنضيف ليهم التوابل اللي عندي. كنضيف ليهم واحد العصير ديال نصف حامضه، وكنضيف زيت الزيتون، وكنضيف كميه من صلصه الصوجا كتبقى اختياريه. وهذه هي الشرموله اللي غادي ندير في البسيطلات ديالي. صدقوني البنات كتجي لذيذه، والبسيطلات كيجيو بنان بزاف. كنوضع الكل فوق النار، كنحرك جميع العناصر. ملي كيتشحروا ليا دوك العناصر كنهز واحد الكميه، وكنخلي واحد شويه كنضيف ليه ديك الشعريه الصينيه اللي سلقتها وقطعتها بالمقص بهذا الشكل هذا. المهم كنبدا نحرك ديك الشعريه الصينيه مزيان بحال كتنشف ليا من داك الماء وكتشرب ديك شرموله. من بعد كنوضعها في واحد البول، وكنضيف ليها دوك الخضيره اللي صوتيت، ديك الخضيره عفوا اللي صوتيت بهذا الشكل هذا. كيف قلت لكم البنات الخضيره كتبقى اختياريه، انا الصراحه كيعجبوني البسيطلات ديال الحوت مع الخضره، كيجي واحد المذاق رائع جدا. وهذا هو الحوت ديالي اللي وجدت قبيله. كيف ما لاحظتوا معايا كنضيف كميه الحوت. هذا البول هذا الصراحه جاني صغير، ما غاديش يقدني باش غادي نخلط. المهم البنات كنوضع الكل في واحد القصريه باش يمكن لي نضيف باقي المكونات ونخلط الكل جيدا. كيف ما كتلاحظوا معي اخواتي فرغت الخليط ديالي في ديك القصعه، ما شاء الله كتعطي واحد الكميه وفيره. كيف قلت لكم ممكن ديروا غير الشعريه الصينيه مع الحوت فقط، انا كتعجبني بالخضره. وان شاء الله غادي تشوفوا تقريبا جميع الوصفات ديالي كندخل فيهم الخضره. كنحماق على الخضره البنات، حتى بناتي كتعجبهم. كيف ما لاحظتوا معايا كنضيف الزيتون مقطع، كنضيف الشامبينيون، كنضيف القطع ديال الحامض المصير، وكنضيف ديك الشرموله اللي احتفظت بها. وعندي هنا البنات الهريسه، كنموت على شي حاجه اللي سميتها الحار. المهم كنخلط الكل جيدا. وعندي واحد الكميه ديال الفرماج احمر محكوك كنخليه اخر مرحله. كنخلط العناصر مزيان، كنضيف الفخوماج اللي عندي، وكنخلط الكل جيدا حتى كنحصل على واحد الخليط اللي بنين ما تشبعوش منه البنات. صدقوني كيجي اكثر من رائع. دابا الحشوه عندي موجوده. خديت هنا واحد الكيلو ديال ورقات البسطيله. الصراحه البنات الحد والزحام ما لقيتش الورقه ديال البخار عليها النوبه. صراحه الورقه ديال البخار كتجي غزاله. هاد الورقه ديال العاديه جاتني شويه صغيره على المول اللي بغيت نستخدم. المهم كناخذها كنقسمها على نصف، وداك النصف عاوتاني كنقسمو على جوج، كنحصل على واحد المثلثات بهذا الشكل هذا. كنحيد دوك الزوائد كيكونوا شويه يابسين وصافي، وكنوضع الورقه ديالي في بلاستيكه باش تبقى ليا رطبه. المهم البنات هاد الورقه هذه خرجت ليا خايبه، غادي تشوفوا ان شاء الله معايا في الفيديو. كتقطع ما كملتش الحشوه، جربت غير شويه اللي غادي نقدموا لكم، وداكشي الاخر يلا غنوض ان شاء الله نكملوا. كناخذ ديك الورقه كنحلها بهذا الشكل هذا. خديت واحد شويه ديال الزيت وضفت ليه التحميره كيف ما لاحظتوا معايا وصافي. وكنبدا ندهن الورقه ديالي. قلت لكم المول جاني صغير على هذه الورقه، درت غير هذه القفاله هذه ديال واحد القرعه ديال الشكلاط وصافي. كنبدا نعمر الحشوه ديالي بهذا الشكل هذا وكنجمع الجوانب. المهم البنات راكم عارفين الطريقه ديال الطي. سبق لي وشاركت معكم بسيطلات بالدجاج، الصراحه الورقه ديالهم كانت غزاله. هاد الورقه مع الزحام مع العواشر الواحد الصراحه كاع ما يبقى يخدم هاد الشيء هكا قبل العواشر، يعني بنهار ولا بيومين. انا مولفه نوجدهم قبل بواحد 10 ايام ولا اسبوع، ولكن اول مره الصراحه نتعطل.
بسبب شي ظروف. مهم ما كتبش. كيف قلت لكم البنات الطريقه ديال الطي راها واضحه، خص غير الورقه تكون زوينه. كنجمع البسطيله ديالي بهذه الطريقه هذه، وكنلصقها بشويه ديال الدقيق والماء بهذا الشكل هذا، وكنحصل على بسيطلات صغار زوينين حلوين. كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. غادي نجرب معكم وحيده اخرى. كنوضع الورقه الجهه الحرشه تكون الفوق والرطبه لتحت، كندهنها وكندير شويه ديال الحشوه، وكنجمع البسطيله ديالي على شكل بلي، وكنلصقها بشويه ديال الدقيق كيف ما قلت لكم، وكنعاود ندوب ليها الورقه من الجهه الاخرى بنفس الطريقه، وكنحصل على بسطيله رائعه. كيف قلت لكم القفاله عذباتني، المهم هنا جمعتها بلا قفاله، وكنلصق بالدقيق، وكنحصل على بسيطلات صغيورين لذاذ بهذا الشكل هذا. انا متاكده الا جربتوهم غينالوا الاعجاب ديالكم. الى وصلتوا لهنا البنات ما تنساونيش من لايكات، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم باش تعم الفائده وتوصل الفكره. صراحه كل واحد كيديرهم بطريقته، بغيت نشارك معكم طريقتي لتنويع الافكار فقط. وما تنساوش تخليو ليا كومونتير زوين اللي الصراحه كيزيدني واحد الثقه في النفس وكيشجعني اكثر. الله يحفظكم ولا يخطيكم عليا. كنستمر بنفس العمليه حتى كنكمل الحشوه اللي عندي. انا ما كملتهاش البنات اليوم، ان شاء الله غادا نكملها. كيف قلت لكم الورقه خرجت ليا خايبه، جربت غير اللي غادي نشارك معكم. هادو هما البسيطلات اللي حضرت باش نشاركهم معكم ونقدمهم لكم بالصحه والعافيه. شوفوا البنات الورقه كتقطع غير بوحدها، عصباتني صافي وانا نحيدها ومشيت نعست. ما بغيتش البنات نضيع في الحشوه، قلت الورقه تدبر راسها. شوفوا البنات تقريبا كلها كتقطع. المهم هادو هما البسيطلات اللي حضرت وجاو بهذا الشكل هذا. كنتمنى ان شاء الله يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم، وكنتمنى ان شاء الله تجربوهم بالصحه والعافيه. الصراحه كيجيو لذاذ، مذاق مختلف على البسيطلات اللي كنعرفوا. ممكن ديروهم غير بالشعريه الصينيه والحوت فقط، دابا الحوت غالي. من الاحسن الانسان يديرهم ويضرب عليهم تماره ويجيو كتار، يعاون بشويه ديال الخضره حتى هي صحيه. كنتمنى ان شاء الله الفكره تكون عجباتكم، وكنتمنى ان شاء الله تجربوهم تردوا عليا في لي كومونتير كيف جاوكم. كيجيو معلكين البنات لذاذ. وهذا هو الشكل ديالهم من بعد ما طيبتهم، كيجيو مقرمشين، اللون ديالهم محمر، الحشوه يا سلام. الصراحه اللي ذاقهم كيحمق عليهم. وكان هذا هو الاقتراح ديال اليوم. كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. كنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. تهلاو ليا في راسكم. الى فيديو جديد ووصفه اخرى باذن الله. اواشركم بروكه مره اخرى. مع السلامه.